السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دي الحلقة الأولى من سلسلة لا تحزن وفرّح نفسك بنفسك. حاول ما تعتمدش على العوامل الخارجية علشان تفرح. مش لازم العوامل الخارجية أوقات كتير هتخدعك، مش هتقف جنبك. خلّي فرحك من جواك. إن شاء الله دي سلسلة هتبدأ معانا. إن شاء الله هنبدأ بالحلقة الأولى، ولكن لازم علشان نتخلّص من الحزن لازم نعرف معنى الحزن. الحزن يا جماعة ده هو عن شعور والّا رسالة؟ عمرك سألت نفسك هو ليه الحزن بيرجع لك كل شوية؟ مع إنك وعدت نفسك إنك هتبقى أقوى في المرّة الجاية، وإن المرّة دي مش هتُقع تاني. يمكن المشكلة مش في إن الحزن بييجي لك، يمكن المشكلة في إنك فاهم الحزن غلط. الجزء النفسي يا جماعة في الحزن في أصله مش عدو. الحزن عامل زي نظام الإنذار بالضبط، زي الألم اللي في الجسم. لمّا بتحط إيدك على النار، الألم مش بيكرهك، بس هو بيقول لك في حاجة غلط خلّي بالك. لكن إحنا بنعمل إيه؟ يا بنهرب منه، يا بنستسلم ليه، يا بنجلد نفسنا بسببه. تفضل تأذي نفسك بسبب الموقف اللي حصل وأنت غلطت فيه وأنت كنت غلطان فيه. في علم النفس يا جماعة الحزن بيظهر لمّا بيكون في حالة فقد لشيء، خيبة أمل، توقعات مكسورة، احتياج غير مُلبّى. يعني الحزن غالبًا بيقول لك في حاجة جواك محتاجة اهتمام. المشكلة يا جماعة إننا بدل ما بنسأل الحزن أنت جاي ليه، بنقول لأ، أنا مش خارج علشان أنا تعبان، أنا مش هاذاكر عشان أنا زعلان، أنا مش هاكل عشان أنا متضايق نفسيًا. وده مش حقيقة يا جماعة. حتى الأنبياء كانوا بيحزنوا، كانوا بيزعلوا. سيدنا يعقوب لمّا فقد ابن يوسف، حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وبعد كده قال تاني، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. مع إنه كان زعلان، إنما زعله ده ما خلاهوش يبعد عن ربنا. ده أهم حاجة يا جماعة، إن أنت طول ما أنت حزين، المصدر الوحيد اللي هيخليك تخرج بره نطاق الزعل ده قربك من ربنا. فلو أنت زعلت وقفلت كل حاجة وبعدت عن ربنا، حتى الزعل ده مش هيسيبك. يعني كون إن أنت تحزن أو تزعل ده مش ضد الإيمان. الحزن أحيانا بيبقى باب أقرب لله. ربنا خلق فينا المشاعر مش علشان يعذبنا، ولكن خلق فينا المشاعر علشان يربينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ابنه إبراهيم مات عينه دمعت، فالصحابة قالوا له: حتى أنت يا رسول الله، يعني حتى أنت بتعيط؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالزعل لما يقربك لربنا، ربنا هيبعد عنك الزعل. نحكي قصة كده صغيرة. كان في شاب شغال وظروفه في الشغل تمام وجميلة. فجأة حصل ظرف في الشغل، ساب الشغل. الدنيا اتقلبت. أول شهر كان بيهرب من إحساسه، قعد بقى بالساعات قدام الموبايل، عمال سهران، بينام كتير. وفي يوم سأل نفسه سؤال بسيط: هو الحزن ده جاي يقول لي إيه؟ اكتشف إن هو كان عايش في الشغل بهوية الشغل، يعني من غير الشغل هو ولا حاجة. ده كان في اعتباره وكان في اعتقاده، ما كانش ليه معنى غير الوظيفة بتاعته. الحزن لما جاله بسبب إن هو ساب شغله، كشف ليه هشاشة ما كانش شايفها. درب نفسه، خرج بره نطاق الحزن. بعد سنة مش بس اشتغل شغل أفضل، لأنه بقى إنسان أهدى كمان، بقى إنسان أعمق في تفكيره، بقى أقرب لربنا. الحزن ما كانش نهايته، الحزن ده كان بدايته. خطوات عملية يا جماعة لما يحصل لك موقف وتحس إن أنت زعلان. أول حاجة، ما تحسش بالفشل، ولكن قول: أنا خسرت إيه؟ الحزن جاي يقول لي إيه؟ الحزن جاي يقول لي إيه؟ حول الشكوى والزعل ده لدعاء. قرب من ربنا، ادعي من ربنا. عايز تشتغل، ادعي ربنا. عايز زوجة، ادعي ربنا. عايز أولاد، ادعي ربنا. عايز عربية، ادعي ربنا. مش كل حزن محتاج نهرب منه.
بعض الأحزان جاية تعلمك حاجة، لو اتعلمتها مش هترجع تبكي من نفس السبب تاني. أحيانا الحزن يا جماعة بيبقى رسالة من ربنا بيقول لك فيها ارجع تاني ليا، ارجع تاني ليا. ده معنى الحزن، ملخصه ان الحزن شعور زي الألم. لما بتحط ايدك على النار والنار تلسعك، هي مش بتكرهك، هي بتقول لك خلي بالك انت في حاجة بتلسعك. فلما يحصل حاجة بتزعلك اقف، فكر، حاول تتخطى الموضوع، وان شاء الله حياتك هتبقى اسعد. لو وصلنا لحد هنا، لو عايز تكمل معانا السلسلة ان شاء الله اعمل متابعة وشير الفيديو لو انت حابب. وان شاء الله لينا لقاء تاني في حلقة تانية هنكمل فيها ازاي تسعد نفسك بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.